السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المناعة ومقاومة الجسم للأمراض والعلاج منها، وده بيبقى مؤسس في جهازنا المناعي داخل جسمنا. كل الأدوية وكل الفيتامينز وكل الأملاح المعدنية اللي ممكن نستخدمها لتقوية المناعة، الأفضل منها إن أنا أعتمد بصورة طبيعية على تنشيط جهاز المناعي بصورة أفضل باتباع بعض الإرشادات اللي هنقولها دلوقتي. الحقيقة إن كم النوافع اللي موجودة في الأدوية لا تقارن أبدا بكم النوافع اللي ممكن الغذاء والحالة النفسية والهواء النقي والمية النظيفة وتقليل الضغط النفسي اللي ممكن نستنفع بده. الحقيقة عشان أقول المناعة، أولا الجهاز المناعي بيبقى متمثل في كرات الدم البيضاء اللي بتهاجم البكتيريا والفيروسات وبتهاجم كم المخاطر اللي ممكن نتعرض ليها. كمان عدد كرات الدم الحمراء وتركيز الهيموجلوبين اللي موجود في الدم. احنا عارفين ان جسمنا خلايانا محتاجة للتغذية، الجلوكوز بصفة عامة اللي أكلنا كله بيتحول لجلوكوز في الآخر، وبينقل عبر الدم مع الأكسجين اللي جاي من التنفس. الاتنين دول كل خلية في جسمنا محتاجاهم بكم معين وبأسلوب سهل التعامل معاه من الجسم، وده بيتم تقديمه للجسم عن طريق الهواء النقي. الهواء الملوث بيبقى فيه شوارد حرة. شوارد حرة يعني جسيمات قد تكون مصدرها الهواء أو يكون مصدرها نتيجة الميتابوليزم اللي هو هضم وحرق الأغذية وامتصاصها، وأيضا ممكن جدا يبقى نتيجة تناولنا لبعض المصنعات الكتير المنتشرة النهاردة في المحلات، ألوان صناعية وأطعم صناعية وتيكاوي مختلف والحاجات الغريبة، الوجبات السريعة بما تحمله من أضرار. كل ده للأسف بيعرضنا لشوارد حرة عالية جدا أثناء الهضم وأثناء الامتصاص، وبالتالي الشوارد الحرة دي جزيئات بتهاجم خلايا القلب أو الرئتين أو الكبد أيا كان، لأنها متخصصة قوي طبقا لنوعها. وبالتالي أقي نفسي إزاي؟ إن أنا آكل كويس، آكل حاجات طبيعية، وآكل كميات معينة وفي مواعيد معينة، أقل ما يجب تناوله 3 وجبات خلال اليوم. أقل من كده أنا بضر نفسي، وأكتر من كده ممكن 5 وجبات كميات أقل. لكن يعني ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ قال إن الأكل مرتبط بالصلاة. خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. شفتوا النمط الإلهي، الجمال والروعة. طيب إيه تاني ممكن يبقى مصدر لضعف المناعة؟ الحقيقة احنا زي ما قلنا الهواء الملوث بيضعف المناعة. يبقى المفترض ان انا ادور على امتى الهواء يبقى نقي واستلذ واستحسنه. وكنا الاول يقول لك ايه، خد لك شوية ايام كده في مكان فاضي وخالي غير مودك. الحقيقة كلنا محتاجين لده. المية الناس اللي متعودة ما بتشربش مية، المية اكبر طهور واكبر وقاية واكبر داعم للمناعة الجيدة في الجسم. اوعى نهمل ده وتبقى مية بيور، مية نقية، مش مية عليها العصاير والمياه الغازية والكلام الكتير المضر ده. ربنا لو أحب يجيب لنا ده كان جابه لنا، لكن المية هي أفضل ما اختاره الله لنا لتناولها. اللي عايز أقوله إن كمان إن أنا أحاول على قد ما أقدر إن المقاومة أو مقاومة الأمراض وعلاجها بيبقى في ضبط التوازن الهرموني. الهرمونات اللي في جسمنا، تأكد لو في هرمون نقص التوازن موجود. ربنا خلق التوازن الهرموني عندنا في الصحة موجود تماما. لو هرمون قل في هرمون تاني بيزيد معدله، لأن في التوتال أو المجمل في النهاية كم معين من الهرمونات موجودة في الجسم. اللي بياخد أغذية فيها هرمونات بيبقى على حساب هرمونات تانية بتقل في جسمه. لو أنا تعصبت وزاد ضغطي والكورتيزون بتاعي زاد وزاد عندي بعض الهرمونات، في حاجات زي هرمونات السعادة بتقل. لو أنا أخدت أدوية وموانع حمل هرمونية أكيد في حاجات تانية بتقل. وكل حاجة بتقل في جسمنا عن التوازن الطبيعي بيبقى مصاحب ليها الأمراض. ننتبه لموضوع الهرمونات ده جدا. اللي بعد كده الناس اللي بتعمل أكل، لو أنت أعديت الأكل بطريقة معقدة الجسم مش هيستفيد منها. الناس اللي بتحط المسبكات كتير وتحط الصلصات على النار فترة طويلة وتحط كل شوية تحمر أكلها وتحط الدهون مع الكربوهيدرات وتعمل ما لذ وطاب طعما
لكن كقيمة غذائية هي متدنية، مفيش أفضل من الطبيعي. والأكلات يعني الحيوان اللي بيتربى على المراعي الطبيعية صحيا وتغذويا أفضل كتير من كل المركبات الصناعية اللي بتتحط له في الأعلاف. لكن هنقول إجمالا، ما لا يدرك كله لا يترك كله. أحاول أستخدم الأصناف الغذائية اللي عندي أسلوب طهي معتدل لا يرهق الجهاز الهضمي ولا يخرج شوارد حرة أكتر، وبالتالي أنا بآكل كويس وطعمه حلو لكن بأتعب الجسم. لا، أنا آكل كويس وأخلي الأكل كله منضبط، بيضة مسلوقة، لحمة مسلوقة أو مشوية، الأسماك تبقى مشوية قدر الإمكان. ستات البيوت اللي بتهتم بصحة أولادها أفضل كتير من اللي بتهتم بتقديم بعض الوجبات جيدة اللون وجيدة الريحة لكن صعبة الهضم والامتصاص. آه كمان مهم جدا ننبه على الآتي: ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون وقدر في الكون القوت للإنسان، وهو اللي حدد إمتى يبقى الخيار موجود وإمتى تبقى الفاكهة دي موجودة وإمتى. لكن الإنسان قدر بعقله وبتفكيره، أنا بقول إنه جانبه يعني مش حلفه الصواب في ده، إنه يوفر خضار صيف في الشتاء وخضار الشتاء في الصيف. الحقيقة إن لكل وقت، لكل أوان فاكهة وغذاء. مفترض ان انا اكل في الموسم بتاع الفاكهه الموسميه الموجوده، اكل الخضروات في الوقت اللي ربنا قدره ليها. انا ممكن اكتر الانتاج، لكن تخيل انت بتكتر الانتاج ازاي؟ بصوره صناعيه باسمده كتير، او ان انا بعمل بعض الاصناف زي لما عملوا من الفراخ البيضة اللي بتبقى في 35 يوم يبقى عندك فرخة كتكوت في صورة فرخة وتتاكل، نسبة البروتين 8% فقط، لا تتعدى من 8 ل 10%، لكن هي فرخة. وبالظبط الأغذية اللي موجودة اللي تبقى موجودة في الصوب الزراعية، طبعا كلنا مع العلم وطفرات العلمية اللي موجودة، لكن كأغذية الحقيقة ان دايما نقول ان القيمة الغذائية الأعلى بتبقى موجودة في توقيت تواجد الفاكهة وتوقيت وتواجد الخضروات في الوقت بتاعها، وكمان سعرها بيبقى مناسب للجميع. وبلاش ان احنا ناكل بعينينا دايما. انتوا اكيد بتاكلوا حاجة خيار لكن طعمه مش خيار ولا ملمسه خيار. الخيار في الموسم بتاعه افضل، او الفراولة او خلافه، كل الانواع الغذائية او الاصناف الغذائية اللي بنقول عليها. وكمان أأكد تاني شرب المية كما وكيفا لو تكرمتم. نتكلم على آخر حاجة الضغط النفسي. لو انضغطت نفسيا تأكد انك هتفسد منظومة جسمك كلها، كورتيزون هيزيد وهرمونات تانية هتقل، هيبقى هضمك للأكل اختلف ومعدل امتصاصك يختلف. واحنا بنشوف ناس كتيرة جدا من عصبية أو من ضغط نفسي يجيله ضغط أو يجيله سكر، أو يبقى عنده آلام في القولون ويسموه ضغط عصبي وخلافه. ضغط العصبي سلم أمورك لله وحاول تسعد نفسك، وتذكر دايما ان تبسمك في وجه اخيك صدقة. ما بالك لو كلنا نشرنا الصدقات دي، نخفف عن بعض ونعرف ان الحياة فترة مش كبيرة، فترة هيكسبها اللي يعيشها برضا وقناعة. وتحياتي ليكم، ودايما كلكم في مناعة قوية وصحة عالية، وسلطات الفاكهة وسلطات الخضار والحب اللي بيجمع الأسرة واللي بيناغم أسلوب حياتها أفضل كتير، أفضل داعم وأفضل وقاية لينا لجسمنا ولحياتنا. تحياتي ليكم، سعيد متولي، خبير واستشاري التغذية العامة والصحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المناعة ومقاومة الجسم للأمراض والعلاج منها، وده بيبقى مؤسس في جهازنا المناعي داخل جسمنا. كل الأدوية وكل الفيتامينز وكل الأملاح المعدنية اللي ممكن نستخدمها لتقوية المناعة، الأفضل منها إن أنا أعتمد بصورة طبيعية على تنشيط جهاز المناعي بصورة أفضل باتباع بعض الإرشادات اللي هنقولها. الحقيقة كمان نسينا فايدة النوم. النوم من 6 ل 8 ساعات ليلا مهم جدا لضبط أداء الغدد وإفرازاتها الهرمونية وصحة وكفاءة أجهزة الجسم المختلفة كلها. وكمان السمنة أكبر هادم ومضعف للمناعة. نتخلص من الوزن الزايد بسرعة وبطريقة صحية. وكمان اللي بيعاني من النحافة دايما بيبقى مصاحب ليهم انخفاض في نسبة الهيموجلوبين بالدم وعدد كرات الدم الحمراء، وده مهم جدا لصحة الجسم وأجهزته. يبقى السمنة لأ، نحافة لأ، عدم النوم ليلا مشكلة كبيرة، ولا يمكن يعوض النوم بالنهار النوم بالليل. تحياتي ليكم ودايما في صحة